عاملين ايه؟ موبايل اقتصادي جديد من ريلمي في حدود 6000 جنيه. معانا النهارده السي 63. هنعمل انبوكسنج. ادينا عندنا ريلمي سي 63. طبعا عايز اقول لك ان ده افضل موبايل بيشحن. عندك هنا شاحن 45 واط، وكمان العلبة زي ما انت شايف علبة كبيرة فيها كل حاجتها. عايزين نعمل الانبوكسنج الجميل بتاعنا النهارده، واستنى فيديو مراجعة قوي للسي 63. طبعا عندنا هنا جراب وشوية ورق حلوين كده. بص انا هطلع الورق الاول. لا، حاطين ورق كتير على فكرة. لا لا، معنا ورقة كده مش مهم بتاعتي دي. لا، صارفين يعني الكتب. لا، الكتب كتيرة وورق كتير الصراحة. ما علينا، اركن الكلام ده على جنب. معانا جراب سيليكون شفاف. بص هو خامته عاملة ازاي، هو الملمس بتاعه ناعم حلو، وعندك من جوه هنا الملمس خشن شوية، وفي كده اشكال بتبان اهو. هو خفيف، الخامة بتاعته خفيفة مش تقيل، لكن يعني هو هيقضي الغرض يعني. كويس ان في جراب في العلبة يعني. نركن بقى الجراب. يلا بينا بقى ايه، نطلع الموبايل. عندنا الموبايل اهو. ولا اقول لكم اركن الموبايل دلوقتي. معانا هنا الشاحن اللي جاي في العلبة. طبعا دي من الحاجات الجامدة جدا اللي لسه ريلمي محتفظة بيها. عندك شاحن في العلبة، شاحن 45 واط. ده شاحن يا جماعة 45 واط حرفيا في موبايل. في حدود 6000 جنيه، موبايل فئة اقتصادية. يعني عايز اقول لكم في شركات تانية عندها موبايل بأضعاف السعر ده وما فيش الشاحن ده اصلا، لا يدعمه ولا موجود معاه يعني. فحاجة محترمة بجد موجود ايه من ريلمي. وادي وصلة الشاحن. فيعني وصلة جميلة برضه، حلوة كبيرة ايه. فحرفيا الموبايل جاي معاه كل حاجة تقريبا. وعندك هنا، او ما عندكش خلاص، ما عندناش حاجة تاني. نركن بقى الشاحن. لا، مش لازم نركنه. نركن بقى الشاحن، نحط حاجاتنا على جنب. تعالى بقى ايه، نفتح الموبايل. يا عيني، ريلمي سي 63. طبعا ديزاين معروف بتاع الكاميرات، 3 كاميرات في الظهر شبه الايفون. يعني حرفيا ده اي حد من بعيد لو شاف معاك الموبايل ده عادي جدا ان هو يفتكر ان ده ايفون. لما يمسكه بقى في ايدك هيعرف بقى ده ايه، ان هو مش ايفون. بس لا يعني، فيعني ديزاين جميل مع اللون الازرق ده. يعني حرفيا لا يعني بجد ايفون. نفتح بقى، بص بقى، يعني ده احلى صوت انا يعني بحب اسمعه حرفيا. اسمع كده. واو. واو. لا بجد انا احب تجربة الانبوكسنج دي اوي يعني. اه، الجامد هنا برضو زي ما انت شايف، عندك سكرينة، في سكرينة بلاستيك لو انت شايف معايا كده. في سكرينة بلاستيك جاية ملزوقة على الموبايل. فانت عندك سكرينة، عندك جراب، عندك الشاحن. يعني انت هتجيب الموبايل ده وتروح، انت مش هتشتري حاجة من محل، عادي جدا يعني. يلا بقى نفتح الجهاز مع بعضينا كده. عمل زنة كده. دي ريلمي. بس خلاص كده الموبايل فتح يعني. انا بس ايه، قلبت الدارك مود، دخلت له الواي فاي، ظبطته. معانا الجهاز اهو. دي السطوع. زي ما انت شايف ده اقصى سطوع للجهاز. هو يعني هو سطوع في البيت بقى، في الاجواء العادي دي، الدنيا ضل او حاجة، لا الموبايل مش هيأثر معاك يعني ايه في حاجة. نقفل كده. بص بقى معايا، بص نشيل بقى كل ده كده. عندك اهو، ده زرار الباور والبصمة في نفس الوقت. عندك انت بصمة هنا مدمجة في زر الباور. عندنا الزرار اللي بتعلي وتوطي منه الصوت. الحلو برضو ان الفريم هنا او الموبايل تحسه كده رفيع، مش تخين. عندنا هنا من تحت منفذ الشحن التايب سي. عندك هنا المنفذ بتاع السماعات السلك 3.5 ملي. عندك هنا السماعات اللي جاية مونو. طبعا عندك الناحية التانية هنا مكان درج الشرايح. الموبايل ده يقدر يركب فيه شريحتين مع كارت ميموري. عندك الظهر هنا.
الظهر الحقيقي شكله شيك. في لون تاني اخضر برضو هيعجبك. عندك هنا 3 كاميرات، بس هي دي كاميرا واحدة، الباقي ده منظرها. عندك فلاش، والكاميرات هنا محطوطة ايه في اطار كده مربع. الاطار ده بارز عن ظهر الجهاز، ونوعا ما كده تحس ملمس الاطار ده فخم شوية، تحسه معدن في نفسه او بلاستيك مطفي، عامل كده زي ايه، واخد من درجة الفريم. النسخة الازرق دي جاية بظهر من الجلد. تيجي لما تيجي تحس كده بايدك الملمس ده، هتلاقي الملمس ده جلد. الكاميرات هنا بقى برضو مش بارزة كتير عن الاطار ده، يعني الاطار ده مغطي بروز الكاميرات. طبعا انت عندك جراف في العلبة، فحرفيا يعني مش هيبقى فيه بروز تقريبا في الجهاز. تعالى بقى نجرب نركب الجراب. عندنا الجراب الحلو الشيك ده. شوف هو برضو فكرة السيليكون الشفاف ده حلو، في حتة ان الديزاين بتاع الجهاز يبقى ايه، باين معاك يعني. هنركب الايه، نركب كده الجراب. يعني هو الجراب ماسك نفسه برضو. يعني ركبنا الجراب اهو. برضو بعد ركبت الجراب الموبايل برضو مازال ايه مش تخين، لا سمكه كويس جدا برضو. ده شكله في الجراب. تحس الظهر كده بدأ ايه يدي لمعة كده، لمعة شفافة مع اللمعة بتاعت إطار الكاميرات دي، فلا شكله كويس جدا الصراحة. جاي بطارية 5000 ملي أمبير مع شاحن السريع 45 واط. عندك هنا كاميرا 50 ميجا بكسل مع كاميرا سيلفي 8 ميجا بكسل. النسخة اللي معانا النهاردة دي 128 مع 6 جيجا رام، وفي نسخة تانية أكبر من دي. طبعا هنعمل فيديو مراجعة كامل عن الموبايل، هنقرب الموبايل ونقول لكم ايه العيوب والمميزات الموجودة فيه. وبس كده، اعملنا لايك وسبسكرايب في القناة، واستنى الفيديو المراجعة الكاملة. مع السلامة.